إني مش عايز أبقى زوجة تانية عشان ما أكونش في مشاكل وقرف مع حد، أنا عايز أعيش حياتي كده مرتاح، وفي نفس الوقت أنا خلاص سني كبر بقى عندي 40 سنة اللي هو طب إمتى هتجوز؟ إزيكم؟ أنا أنسة وعندي 40 سنة، في شخص اتقدم لي عنده 39 سنة وهو متجوز، هو عرض عليا الجواز وبيقول لي إن أنا هكون زوجة تانية. الصراحة أنا رافضة الموضوع خالص عشان خاطر مش عايز أكون أنا السبب ما بين زوجته الأولانية وما بين، وفي نفس الوقت أنا عايز أعيش في سلام، وفي نفس الوقت أنا سني كبر ومش عارفة ممكن أتجوز إمتى. الشخص ده عمال يضغط عليا ويقول لي إن ده شرع ربنا ومفيش مشكلة إن أنا أتجوز اتنين وتلاتة وأربعة. في الأول كان بيقول لي إن مراته هي على طول مش مستريح معاها وعلى طول بتعمل معاه مشاكل، وكمان كانت مامته في البداية كانت رافضة عشان خاطر الأولاد، ولكن لما المواضيع اتطورت والمواضيع بقت صعبة بيقول لي إن كمان مامته موافقة. ولكن أنا مش عارفة أخد القرار، اللي هو أنا مش حابة الفكرة دي، إني مش عايزة أبقى زوجة تانية عشان ما أكونش في مشاكل وقرف مع حد، أنا عايز أعيش حياتي كده مرتاح، وفي نفس الوقت أنا خلاص سني كبر بقى عندي 40 سنة اللي هو طب إمتى هتجوز؟ فمش عارفة المفروض إن أنا أتصرف إزاي. هو للعلم من بلد أرياف وأنا من محافظة، فمش عارفة المفروض أتصرف إزاي، فما لقيتش غير إن أنا أبعت لحضرتك على لينك الصراحة ده عشان خاطر حضرتك تقولي والناس اللي عندك تقولي أعمل إيه. خليني بس في البداية أفكر حضرتك، لو حضرتك متابعني من على الفيسبوك ما تنساش تقول رأيك وتشير الفيديو، أما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. طيب خليني أقولك رأيي، ولكن في البداية خلينا ننوه عشان خاطر في ناس فاكرة إن أنا ضد آه، الزوجة التانية. أنا مش ضد حد، أنا بقول رأيي زي أي حد. طيب آه بالنسبة بقى لموضوع الراجل لما بيقول إن ده شرع ربنا، يا جماعة شرع ربنا مفيش أي مشكلة، يعني انتوا ما بتذكروش حاجة في أي حاجة في الدين غير إن الراجل ده شرع ربنا إن أنا أتجوز اتنين وتلاتة وأربعة. يا عم ماشي مفيش مشكلة أتجوز، أنا ما عنديش أي مانع خالص والله، طول ما أنت قادر تعدل ما بينهم توكل على الله. ولكن بقى في جزئية هنا أنت لازم تاخدي بالك منها، العيشة في المحافظة غير العيشة في الأرياف تماما تماما تماما، فأنت لازم تبقى واخدة بالك من الجزئية دي. اما بقى في حاجة برضو مش فاهمها، اللي هو ازاي امه الاول ما كانتش موافقة عشان العيال وبعد كده بقت موافقة، اللي هو الكويس بيفضل كويس والوحش بيفضل وحش، يعني لو هي طبعها كده كان من البداية مامته هتبقى كارهة الموضوع. ولكن انا بقولك رأيي والقرار قرارك، واكيد الناس طبعا هتقولك رأيها في الكومنتات، واتمنى من حضرتك ان حضرتك تتابعي الكومنتات وتشوفي إيه اللي يناسبك.